اخواته حبايبي، طبعا انا عملت صالون حلاقه من الخرده. تمام. تعالوا شوفوا احنا هنعمل ايه بالظبط، تعالوا نشوفوا في ايه بالتفصيل. تمام. مع بعض واحده واحده كده. اولا معاكم فنان وجدي الغزاوي، ولو عجبك الفيديو ده اشترك في القناه، وان شاء الله باذن الله عشان يوصل لك كل جديد. وانا عارف اللي هيوصل لك كل جديد، وعارف ان هيعجبك شغلي بامر الله. فنان رقم واحد في مصر، المبتكر المصري على جميع السوشيال ميديا. تمام. اشترك في القناه وتعالى نشوف احنا عملنا ايه. يلا حاجه طبعا يا شباب. تمام. هنبدا اهو. طبعا ده صالون حلاقه كامل مكمل. شايفين انا بصور في المرايات اهو. طيب اسمه ايه صالون الحلاقه؟ اسمه صالون نسمه غروب. تمام. طبعا اللوجو بتاع المحل اهوت صالون نسمه غروب. طبعا الستائر اهي يا شباب زي ما انتم شايفين كده اهي. الستائر على الباب. تمام اهي. ده طبعا شغل ديكور اهو بره على المحل، محطوط على العتبه بتاع المحل زي ما انتم شايفين كده. تمام. طيب تعالوا بقى نخش كده جوه المحل، وهنشوف جوه المحل فيه ايه بالظبط وبالتفصيل اهو. هنخش كده، ادينا خشينا جوه المحل اهوت. تمام. طيب اهو هنخش جوه المحل اهوت يا شباب. طيب احنا دخلنا جوه المحل اهو، صح كده؟ طيب اول حاجه هتلاقي طبعا الصالون من جوه مفروش اهو. فرشه طبعا، سجاده طبعا في النص اهيت. تمام. دي طبعا سجاده برضو في حته موكيت اهيت تحت الراجل دوت. الراجل دوت يا شباب حاطط رجل على رجل وماسك تليفون، وقدامه ترابيزه، وعلى الترابيزه مج شاي زي ما انتم شايفينه كده. تمام اهو. هجيبه لكم بالتفصيل برضو عشان تشوفوه اهو. شايفين يا شباب؟ ده طبعا كرسي فاضي اهو، وكرسي الراجل قاعد عليه. طيب بعد كده هتيجي الناحيه التانيه، هتلاقي راجل قاعد بيشرب شاي وقدامه الترابيزه فاضيه. طب ليه الترابيزه فاضيه؟ الترابيزه فاضيه عشان قدامه يا باشا كوبايه الشاي ديت المفروض يحطها هنا فبيشرب منها. تمام اهو. طبعا جنبه كرسي فاضي. طيب بعد كده هتخش بقى فين؟ على الناس الحلاقين اهو. دي كراسي يا باشا الحلاقه اهيت. تمام اهو. الحلاق قاعد اهوت، اللي بيحلق قاعد اهو وحاطط الفوطه عليها اهيت يا باشا. تمام. طبعا ده ايه؟ ده الراجل الحلاق زي ما انت شايفه كده اهو. شايفه حضرتك اهو. ده شغل عالي 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 عالي، ماسك مشط وماسك مقص. طيب هتخش على الحلاق التاني اهو. لسه طبعا ما مسكش العده لان لسه بيفرش له الفوطه زي ما انت شايف كده اهو. تمام. طبعا الكرسي ده متحرك والكرسي ده متحرك، حاجه كده من الاخر. طيب هنخش بقى على الاستديو. هنا هتلاقي ايه؟ هتلاقي فواطه ومحطوط عليها فوطه، شايفها اهي. طبعا الفوطه في جنب. طيب هتخش هنا هترفع دي كده، هتلاقي مكنة حلاقة اهي. مكنة حلاقة. شايف الجمال ده اهي. كل طبعا دي كلها اعمالنا. طيب العلب دي والعلب دي ايه والعلب دي؟ دي طبعا علب كريم حمام كريم، الحاجات اللي زي كده اللي بتبقى عند الحلاق. دي طبعا كولونيا. تمام. دي طبعا فرشة الدقن اهيت. فرشة الدقن اهيت طبعا بالمعجون بتاعها والصابون. طبعا دي شفرة الموس اهيت. شفرة الموس اهيت طبعا يا شباب. طبعا الموس جوه اهوت اهو. دي طبعا دي طبعا الايه اللي بتاع الجهاز اللي هو بتاع الاستشوار. تمام اهو. طيب هتخش هنا. طيب هتلاقي ايه؟ دي طبعا قطعة ديكور محطوطة اهيت. محطوطة فين؟ محطوطة على الستاند اللي قدامه. تمام. بتاع الحلاق. تمام. اللي هو بيبقى عليه العيد ده كله. تمام اهو. بعد كده تخش هنا هتلاقي مقص اهوت محطوط اهوت على العده. تمام. وطبعا هتلاقي هنا مشط اهوت زي ما انت شايف كده يا برنس. مشط اهو. تمام. طيب هتخش هنا يا باشا هتلاقي ايه؟ هتلاقي شفرة موز. تمام. طيب وبعد كده هتلاقي مكنة حلاقة اهي. شايف يا نجم مكنة الحلاقة؟ حتى مكنة الحلاقة بتاعت جوز الحلاقين مصممينهم اهو. اهي مكانتين اتنين حلاقة اهو. شايفينهم يا شباب؟ مكانتين اتنين حلاقة. حاجة كده فاخر من الآخر، مش هتلاقيها غير عند المبتكر بس والله اهو. وطبعا بقى بالنسبة للأسعار، أسعار الحمد لله عندنا يعني مش هتلاقيها غير عندنا. طيب دلوقتي شفت اهو. دلوقتي انتوا كده شفتوا اهو. دلوقتي انتوا كده شفتوا الصالون، صح؟ طيب تعالوا بقى نقول لكم على السعر. السعر ده يا باشا عشان تجيب قطعة تحفة أنتيكة زي ديت من معرض فني تشكيلي، تمام، هتجيبها لا يقل عن 20,000 جنيه أو 25,000 جنيه. ده لو لقيتها أصلا، ده لو لقيتها. تمام. إنما لو كلمت فنان ممكن يقول لك 30 و35,000، لأن مش أي حد يعرف وأي حد بيقدر الأعمال اليدوية، لأنها بتاخد شغل، بتاخد مجهود، بتاخد وقت، بتاخد فن، بتاخد حاجات كتير يا شباب. تمام. طيب اخواتي بقى وحبايبي، دلوقتي احنا تمام
انا بقول لك اهو، انت دلوقتي عايز تقول لي انت لو عملت لي واحده زي دي كده يا شباب، طيب هقول لك كام؟ هقول لك يا عم الحاج اعملها لك ب 4000 جنيه. تمام، 4000 جنيه بس مصري. تمام، بتدفع 2000 جنيه مقدم قبل ما نخبط اي خبطه فيها. تمام، وقبل ما نعمل فيها حاجه، وبعد كده يا باشا بتجيلك لحد بلدك ايا كانت. طبعا الشحن بيبقى على حضرتك، لو انت من جوه مصر بره مصر الشحن بيبقى على حضرتك. تمام. طيب وبعد كده بستلم بقية المبلغ اللي انا بتفق معاك عليه لما بسلمها لك، زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان احنا بنعمل جميع انواع التحف والانتيكات. طيب يلا بقى ناخد لفة كده بعد الصالون، يلا ناخد لفة بعد الصالون اهو. لفة كده على السريع كده يا شباب اهو. جميع انواع التحف والمجسمات اللي هتشوفها عندنا. طبعا في حاجات من ديت متحركة يا شباب، وفي حاجات لا. في حاجات متحركة، في حاجات لا اهو. جايب لكم كل التحف اهيت، مع ان هنتكلم عن كل تحفة من ديت وهنتكلم عن كل قطعة من دي. بس انا لازم يا باشا اوريك الشغل، واوريك الفن، اوريك كل حاجة فيه. موتوسيكلات وعجل وعربيات وتوازن، كل حاجة يا شباب موجودة بفضل الله. يلا. وطبعا انا زي ما بقول لكم كده هو تمام. لو كتبت المبتكر المصري على التيك توك وعلى الفيسبوك واتبعني مش هتخسر حاجة. شفنا صالون الحلاقة كامل متكامل، وورينا لكم برضك الخرد اللي ورينا لكم برضك التحف والانتيكات برضك في الاخر خالص، بحيث اللي عاجبه حاجة يتواصل معانا. وهسيب رقم تليفوني في الوصف ان شاء الله في اول تعليق، في التعليقات في اول تعليق. تمام، وهتلاقيه في الوصف برضك بتاع الفيديو. وان شاء الله باذن الله اكون عند حسن ظنكم، واستنوا كل جديد. ولازم تشترك في القناة، ولازم تفعل زرار الجرس عشان يوصلك شغلنا واعمالنا الفنية اليدوية. يلا باي.